سؤال بنتسأله كل يوم: هو يا باشمهندس احنا عندنا شقة ولا فيلا 200 متر ولا 100 متر، هي تتشطب بكام؟ الإجابة بكل بساطة: الموضوع ما بيتحسبش كده أبدا. في ناس أنا بشوفها كاتبة 3000 ونص المتر وأسعار أعلى من كده 3 أضعاف. السعر غالي أو رخيص مش ده مقياس الشفافية أبدا، لكن الشفافية الحقيقية إنك تعمل مقايسة واضحة بكل تفصيلة وبكل سعر لكل بند موجودة ياخدها العميل على حسب متطلباته واحتياجاته. وطبعا لازم يكون في ضمان حقيقي عشان يضمن اللي دفع فلوسه في حاجة تستاهل وجودة وقيمة مقابل سعر بشكل حقيقي. فلو انت مخطط تشطب شقتك او فيلتك ومحتار تعمل ايه وعايز تفرق بين الانظمه بتاعت التشطيبات اللي موجوده في السوق، النهارده انا جاي اقول لك المقارنه الحقيقيه اللي اكيد ما سمعتهاش قبل كده بصراحه ومن غير لف ودوران. احكي لك مميزات وعيوب كل نظام وازاي تتفادى العيوب دي وانت بتتعاقد مع اي حد بيخاف على سمعته وعنده شفافيه ووضوح من اول يوم. اول نظام معانا هو نظام باقات التشطيبات، معروف بميزته ان قيمته بتبقى ثابته. حضرتك بتكون مطمن وانت واخد الباقه اللي انت اخترتها وبتبقى عارف ان البادجت بتاعتك هي اكس، مش هتدفع اكتر منها. لكن العيب ان حضرتك فيكون عندك شك في ان هل فعلا انا واخد قيمه مقابل سعر الباقه اللي انا اخترتها دي. والحل ان حضرتك تطلب من الشركه انهم يقدموا لك مقايسه سعريه مفصله عن كل بند اتعمل او هيتعمل، الى جانب ضمان حقيقي فعلا ياكد الجوده اللي هم هينفذوا بيها، لان حضرتك هتدفع فلوس. النظام الثاني هو عباره عن نسبه من المشروع والاشراف على التشطيبات الخاصه بحضرتك، وده نظام بيتبعه بعض المهندسين بشكل فردي او شغل اضافي فوق شغلهم او حتى شركه. وميزته معروفه: الشفافيه من اول يوم، لان حضرتك اللي بتشتري كل الخامات من الالف الى الياء. ولكن بعض العيوب تشوب النظام ده كمان. العيب الاول ان حضرتك وانت بتشتري الخامات من اي معرض كبير او من شركه او من غيره بتعامل معامله الزبون وليس معامله الشركه، ما بتحصلش على الخدمات او الخصومات اللي بتتعمل للشركات عشان البيزنس تو بيزنس. بكل بساطه البادجت تخرج عن السيطره وحضرتك تدفع رقم كبير. يعني مثلا لو عند حضرتك شقه 100 متر بتشطبها وعامل حسابك ان انت تشطب الترا سوبر لوكس مثلا ب 750,000، تلاقي حضرتك نفسك كملت تشطيب للشقه كلها صرفت فوق ال 100,000 جنيه زياده، يعني 850,000. العيب الثاني هو الضمان لمده كافيه عشان حضرتك تضمن الجوده على الشغل اللي اتنفذ من خلال المهندس المسؤول. في الغالب بيكون الفريق بتاعه مش فريق خاص بشركه او ناس معرفته جايبهم عشان خاطر يشتغلوا في الشغل بتاعك، ما هماش مثبتين في شركه يتسالوا عن اخطائهم. كل واحد فيهم عارف كويس جدا انه لو اخطا هيتحاسب على خطاه، وبرضه هو كمان مش متاكد من شغلهم 100%. الحل حضرتك تطلب من اول يوم تبقى في تقرير اسبوعي ونسبه التنفيذ من البند عشان تقدر تحكم المصاريف اللي داخله واللي خارجه في الموقع، وبالتالي ما يخرجش البادجت عنه. لازم تطلب ضمان يكون مده كافيه من الشخص المنفذ وتاكد عليه اول يوم من التعاقد عشان تضمن ان انت مرتاح في بيتك بعد ما تستلمه منه. ثالث واخر نظام ان حضرتك تتعامل مع الصناعيه والمقاولين مباشره. الميزه الوحيده في النظام ده برضو ان حضرتك متحكم في المصاريف من الالف الى الياء، لكن الميزه اللي حضرتك متوهم ان انت هتعملها في النظام ده ان حضرتك هتحكم المصاريف، هتوفر في هذا النظام. وللاسف ان حضرتك هتصرف كتير جدا طبعا بسبب العشوائيه. فربنا يكون في عونك. ناس بتجرب في شغل او حتى كانوا اشتغلوا في اماكن قبل كده بس ما عندهمش الخبره ان ازاي يخلصوا الشغل ده بشكل منظم ومنمق، فهتخرج كل يوم معاك في جيبك فلوس او في البنك فلوس هتحولها للناس. طبعا المعلم هيقول لك انا النهارده عايزين كذا، بكره عايزين كذا حاضر، بعده عايزين كذا حاضر. هو زي ما عايز يخلص بسرعه حضرتك انت كمان عايز تخلص. لكن في النظام ده 3 عيوب قاتله: هيبالغوا بشكل غير طبيعي في الخامات اللي هم طالبينها عشان خاطر يبقوا دايما في السيف سايد، الى جانب ان في بعض الاحيان هيحاول يوفر بشكل او باخر في خامات تانية وفي تاسيس تاني عشان خاطر يوريك ان هو بيوفر، وهو في الحقيقه بيضر حضرتك. ممكن يحصل مشكله كبيره بعد كده حضرتك في غنى عنها. العيب الثاني الجوده. بكل بساطه هيحاول يشتغل باسرع ما يمكن عشان خاطر يلحق يروح في مكان تاني او يكون ماسك مكان تاني وهو ماسك مع حضرتك في الشغل ده، وبالتالي مش هيهتم ابدا ولا هيتابع غير ان هو خلصنا النهارده الله ينور نشوف اللي بعده. العيب الثالث ان حضرتك تجيب مهندس عشان يشرف عليهم ويستلم منهم البنود، هتلاقي مشاكل يوميا ما بينه وما بينه لان هو هيخنقه. يا اما حضرتك تمشيه يا اما هم يختاروا ان هم يمشوا من الموقع عشان خاطر يحطوا حضرتك في موقف حرج ويلووا دراعك بالبلدي. ما تقدرش تجيب غيرهم لان اي حد هيجي غيرهم هيطلب من حضرتك اضعاف اللي طلبوه. طبعا انا عارف ان حضرتك بتسال دلوقتي نفسك وناس كتير من اللي بتشوفنا بتسال يا ترى انتوا بتطبقوا بقى الحلول اللي انتوا بتقولوا عنها دي؟ احنا بالفعل بنطبق الانظمه دي كلها. نظام الباقات بالمؤسسات
المقايسه الواضحه من اول يوم بالتفاصيل، الى جانب ضمان 5 سنين، نظام النسبه على المشروع والاشراف طبعا بالفرق بتاعتنا الخاصه بينا، لان عندنا معداتنا الحديثه المدربين عليها الفرق بتاعتنا عشان يقدروا ينفذوا باعلى معايير الجوده، وطبعا عليها برضو ضمان 5 سنين. الى جانب طبعا في نظام ثالث ده خاص بالتصميم والاشراف على المشاريع الكبيره زي الكومباوندز او القرى السياحيه او المولات، ودي بيبقى ليها تفاصيل خاصه. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن شغلنا او مشاريعنا تقدر تزور موقعنا الالكتروني، هسيبه لك في الوصف. ولو عايز تتواصل معنا في اي وقت وعندك مساحتك اللي عايز تعمل لها مقايسه عندنا، تقدر تتواصل معنا من خلال الواتساب او الايميل، واشوفكم بخير.